ده كان رأي هنية. طيب هو رأي خالد مشعل اللي بيلعب على البعد الأوسع بقى، عايز يكلم الدول اللي مسؤولة عن المقدسات الإسلامية في القدس، عايز يكلم المغاربة، عايز يقول لهم انتوا هتفضلوا مشاهدين لحد امتى؟ مش هتدلوا بدلوكوا بما ان المصريين لا بيتعاملوا مع القطريين ولا بيتعاملوا مع الاتراك. طب تعالوا انتوا ادخلوا على المشهد علشان نلاقي امبريلا، نلاقي شمسية ندخل تحتها. طيب خلونا نسمع خالد مشعل. أيها الأحبة في المغرب العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أي قضية ندعوكم ونحثكم؟ إنها قضية فلسطين، قبلة المسلمين الأولى، أرض الإسراء والمعراج، فلسطين القدس، المسجد الأقصى، المقدسات الإسلامية والمسيحية. هذه فلسطين إرث آبائكم وأجدادكم، إرث الصحابة، فتحها عمر وحررها صلاح الدين، وتنتظر الفاتح الجديد من العصر الحديث. قد يكون مغربيا ولم لا، لكم يا أهل المغرب في القدس وفلسطين باب وأي باب، ولكم فيها حارة وأية حارة، لكم فيها مجد تليد ومكان وزمان وذاكرة حية. قد تقولون وهل تجدي المظاهرات والنزول إلى الميادين؟ نعم تجدي ورب الكعبة، لأنها تعطي رسالة لشعبكم في فلسطين أن شعب فلسطين ليس وحده، أن أهل المغرب وأن أهل المشرق وأن الأمة جميعا معه، فيزداد صمودا وثباتا. تعطي رسالة للعدو أنه لن يستطيع الاستفراد بأهل فلسطين. تعطي رسالة للعالم كله إذا خذل الفلسطينيون منهم فإن شعب المغرب والشعوب العربية والإسلامية في كل مكان لن تخذل شعب فلسطين، لن تخذل أرض فلسطين، لن تخذل الأقصى والقدس. إنها رسالة لأداء الواجب، واجب إنساني ووطني وأخوي وقومي، واجب الله عز وجل يكافئكم عليه. طيب طبعا دي اللغة العاطفية، دي التجارة باسم الدين. هو محتاج يستحث المغاربة. ما هو مفيش ولا عاصمة عربية شافت في المتاجرة بالدم الفلسطيني في القطاع إن ممكن مرة تانية نرجع نتكلم بالطريقة القديمة. طيب المغرب بتلعب جيم كبير جدا، بالإضافة لأن هي مسؤولة عن حماية المقدسات مع الأردن. لازم نديها خطاب، لازم نستدعيها للقيام بدور. وهفكركم بالكلام المهم اللي هفتحه وأعيد تنشيط ذاكرتكم بيه النهارده مع دكتور محمود محي الدين لما كلمنا عن دور المغرب الملتبس. المغرب شافت ثورات الربيع العربي جايبه الاسلاميين، راحت جايبه اسلاميين، قالت لهم خشوا معايا في الديل، يلا امسكوا الحكومه على طول في الانجاز. لان الملك الشاب اللي هناك ما عندوش وقت، قال لك انا ادخل معاهم في صفقه مباشره وانا لسه هخلي الشارع يشتغل. مين اللي بيدفع الثمن في المغرب بالمناسبه؟ الشارع. انتوا عارفين ترتيب المغرب في الدول المصابه بالايدز رقم كام؟ اعملوا جوجل عليه ده النهارده. انتوا عارفين ان واحده من اهم اقتصاديات المغرب، انا اسفه في هذا الشهر الكريم، هي اقتصاديات الدعاره. بس هناك الحكومه اسلاميه. راجعوا الحاجات دي علشان احنا مش عايزين حد يبتزنا ويضحك علينا تاني، لان ربنا بيدينا فرص ما بتتعادش، ما بتتعادش. مشعل اللي قاعد على الفوتاي في التكييف في الفندق في الدوحه بيقول للمغرب انا مغضوب عليا دلوقتي، انزلوا بقى انتوا، ده انتوا ليكوا باب مغاربه، دي هي المتاجره بالدين. لا، وبيقول لكل الشعوب الاسلاميه دي بلدكم، القدس دي بلدكم كلكم. بس يا ترى ما كانتش بلد مرسي ليه؟ ومرسي ما اتحركش تجاهها ليه؟ طيب مش عايزه ننسى هنيه اللي بيتكلم عن مسار سياسي لم يكشف عنه. خلوني اخدكم لكمان جوه المطبخ الفلسطيني. الاخ بقى قبل ما اروح لسامي ابو زهري، خلوني اقول لكم مشعل قال جمله خطيره قوي. قال وهو بيكلم كتائب القسام طبعا: انتم تصنعون النصر وتصنعون الحدث. طب افهم الحدث ان انت كشفت واحده من اوراقك ببلاش دون اي يعني حاجه لعدوك، ان انت لديك ترسانه اسلحه نوعيه اختلفت عن السابق.
لكن لم تنجز بها شيء، لكن بتصنع النصر. عن أي نصر تتحدث؟ صدقوني تمن دفع الفواتير اللي انتم مش راضيين تشوفوها هيجي. والأهلي في غزة للأسف يا أحبائي انتوا بيتم المتاجرة بيكوا فقط علشان حماس مرة تانية تعود لإدارة القطاع وإنها تبقى جزء من المشهد السياسي. شوفوا الجملة الخطيرة بقى اللي بيقولها مشعل. بيقول الشعب الفلسطيني أعطى فرص عديدة للمبادرات الدولية والعربية، ولم يبقى أمامنا إلا الدفاع عن أنفسنا. من يطالبنا بالتهدئة مقابل التهدئة نقول له يجب العودة إلى الأساس والضغط على نتنياهو لوقف العدوان. طب هو أنت بتقول كلام يعني لناس فاقدي الأهلية فاقدي العقل؟ طب هو أصلا أنت مش عارف أن المبادرة هي وقف العدوان؟ مصر لم تقدم سوى مبادرة وقف العدوان ثم منح الفصائل 48 ساعة لصياغة البنود، عشان تعرفوا ان الناس دي كذابة واحنا في صيام. المبادرة المصرية بتدينا وقف فوري لإطلاق النار مقابل 48 ساعة تجتمع فيها الفصائل مجتمعة مع رئيس السلطة بتاعتها ويطلعوا ببيان. لكن المصريين مش هيعيدوا إنتاج الطريقة القديمة. لازم يوصلكوا الكلام ده كويس، واليسار الفلسطيني اللي كنا في يوم من الأيام بنتباهى بيه لازم يصلوا الكلام ده. خطابكم مع رئيس سلطتكم، الدول تتعامل مع الدول، وإعادة إنتاج التجارب القديمة في التليفونات المفتوحة والمؤتمرات المطلقة والفنادق اللي بتجيب كل الناس. مفيش وقت، مفيش وقت.